أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات قناة مطبخ فاطمة. إذن اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتحضير براوني بالشوكولاتة والكوكو، ومذاقها يكون جيد جدا وكذلك رائعة في المنظر. نمر جميعا لنرى مقادير تحضير وصفة اليوم. إذن بالنسبة للطبقة الأولى سوف نحتاج إلى كل من الشوكولات الأسود، الزبدة، قهوة سريعة الذوبان، سكر حبيبات. سوف نحتاج إلى البيض، مستخلص الفانيليا، الكاكاو، القليل من الملح، ثم الدقيق الأبيض. بالنسبة للمكونات المضبوطة سوف تجدونها أسفل وصف الفيديو بالجرام والكوب، وكذلك بالنسبة بكأس العنبة بالنسبة للأخوات اللواتي لا يتوفرن على ميزان. إذن كأول مرحلة قبل بداية تحضير البراوني سوف نقوم بإشعال الفرن على درجة 180 درجة بالنسبة للأخوات اللواتي يتوفرن على فرن كهربائي، وبالنسبة للفرن غازي يعني سوف نوقده على حرارة تكون هادئة جدا. ثم نقوم بأخذ مول قياسه 20 في 20 سنتيمتر. هنا أخذت مول على شكل مربع، سوف أقوم بدهنه بالزيت ثم ألبسه بورق الطهو أو بابي سولفيريزي بهذا الشكل. سوف أتركه جانبا، والآن سوف نمر إلى تحضير الطبقة الأولى من براوني اليوم. كأول مرحلة لتحضير الطبقة الأولى سوف نقوم بأخذ إناء به ماء ساخن، سوف نضع وسطه إناء زجاجي. بوسط هذا الإناء سوف نقوم بوضع كل من الشوكولاتة ونضيف إليها الزبدة أيضا، ثم نقوم بإرجاع الإناء إلى النار، يعني على نار تكون متوسطة، إلى أن يذوب كل من الشوكولاتة والزبدة. إذن بعد انسجام كل من الشوكولاتة والزبدة وذوبانهما سوف نمر الآن ونضيف سكر، القهوة سريعة الذوبان، ونحرك جيدا إلى أن تنسجم جميع العناصر. نزيل الإناء الزجاجي من الحمام المائي ونترك الخليط ليبرد قليلا. نحرك هكذا حتى يبرد بسرعة. ثم الآن سوف نقوم بإضافة البيض تدريجيا ونحرك بسرعة. هنا أنا سوف أقوم بإضافة البيض على مرحلتين، ثم نمزج الكل جيدا. نضيف هنا قبضة من الملح، ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا. هنا بالنسبة لمن لا يتوفر على مستخلص الفانيليا السائل يمكن تعويضه يعني بالخمارة أو بكيس الفانيليا. ثم هناك مرحلة أخيرة قبل الطهو سوف نقوم بإضافة بودرة الكاكاو ثم الدقيق بعد أن نكون قد غربلناهم، ثم نقوم بالتحريك جيدا إلى أن تنسجم جميع المكونات ونحصل على خليط متجانس. كما تلاحظون شكل العجين يصبح قوامه هكذا. والآن نأخذ المول ونفرغ داخله العجين.
ثم نضع المول في الفرن المسخن مسبقا على 180 درجة كما تلاحظون، وسوف نقوم بتركه داخل الفرن لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة. إذا هنا بعد أن تستوي الطبقة الأولى نقوم بإخراجها من الفرن. للتأكد من اكتمال الطهو نقوم بوضع قضيب في العجين، وإذا لم يكن مبلل بالعجين فنحن نتأكد من أنه قد اكتمل في الطهو. لهذا الغرض سوف نحتاج إلى كل من الكوكو ثم الحليب المركز المحلى. إذا بالنسبة للطريقة سوف نقوم بوضع الكوكو بإناء ونضيف إليه الحليب المركز المحلى، ثم نقوم بالتحريك إلى أن تنسجم جميع المكونات. في حالة ما إذا وجدنا أن الخليط ليس لينا بطريقة كافية نقوم بإضافة المزيد من الحليب المركز المحلى. هنا قمت بإضافة تقريبا 3 ملاعق إضافية. إذا هنا كما تلاحظون هكذا يكون قوام الخليط، خليط الكوكو والحليب المحلى. لا يجب أن يكون لينا كثيرا. هنا نأخذ الطبقة الأولى ثم نقوم بوضع خليط الكوكو والحليب المركز المحلى عليه. سوف نقوم بوضع جميع الكمية، ثم بعد ذلك سوف نقوم ببسطها إلى غاية الحصول على سطح مستوي. إذا بعد أن نحصل على سطح بهذا الشكل يكون مستويا، سوف نمر الآن إلى تحضير الطبقة الثالثة والأخيرة من البراوني. بالنسبة للطبقة الثالثة والأخيرة سوف نحتاج إلى كل من الكريمة أو كريمة الخفق وإلى الشوكولات الأسود. إذا هنا تبقى الطريقة اختيارية، إما نقوم بتسخين القشطة ونضيف إليها حبيبات الشوكولاتة إلى أن ينسجم، وإما أن نقوم بوضع كل من الكريمة باردة والشوكولاتة ونقوم بوضعهما على النار إلى أن ينسجم. بالنسبة لي أنا فقد اخترت الطريقة الثانية. إذا قمت بوضع خليط كريمة الخفق مع الشوكولاتة إلى أن انسجم على هذا الشكل كما تلاحظون. نأخذ الطبقتين السابقتين ونضع فوقهم الطبقة الأخيرة على هذا الشكل، ثم نقوم ببسط الشوكولاتة إلى أن تصل إلى جميع الجوانب. والآن سوف نقوم بإدخال المول إلى المجمد تقريبا من 4 إلى 6 ساعات. إذن بعد مرور تقريبا 4 ساعات قمت هنا بإخراج المول من المجمد. سوف نقوم هنا بنزع الورق من جوانبه ونبدأ هنا بتقطيع البراوني إلى مربعات متساوية. إذا بعد الانتهاء من تقطيع البراوني يكون هذا هو شكله النهائي. كما تلاحظون ذلك الانسجام بين اللون الأبيض والأسود يعطي منظرا رائعا.
ثم نقوم بتقديمه بالصحة والعافية. إذا كانت هذه هي وصفتي لهذا اليوم. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة للتوصل بكل جديد، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. كانت هذه هي وصفة اليوم، إلى اللقاء في وصفة جديدة قادمة إن شاء الله.